مما لا شك فيه فإن الآداب والفنون تتأثر بعملية التصادم السلطوي. هنا يمكن القول أن المعرفيين يقفون بعيدا عن إملاءات السلطات وضغوطها، ولا يبتعدون تماما عن المشهد إلا على نحو لا يخدش نزوعهم المجرد والمحايد باتجاه تنمية الأفكار الجديدة، سواء اجتمعت مع السلطة أم ناهضتها. هنا يمكن تمييز المبدع الصالح من الطالح، فالمعرفي الحر يدخل في الصراعات بعينه لا بعين السلطة أي الممول، ويبحث دوما عن خيارات تدافع عن الجماهير والأجيال. إن ممارسة الفلسفة ليست ضربا من ضروب الاعتقاد بممارسة الخيال وما ينبغي أن يكون فحسب، وإنما هي مراجعة لتقاليد السلطات في حكم المجتمعات، وتعمد إلى الفحص والتنقيب والمراجعة استنادا لطبيعة الصراع الطبيعي وضغط الطبقات وتصادم الفئات الاحتكارية التي تحاول احتكار المنافع وتقدم على فعل كل الأضرار في سبيل بقاء نفوذها. هل يمكن إزالة مفاهيم السلطة في اللاشعور الجمعي بمجرد ظهور إدارة أخرى؟ وهل يحل المسألة بروز تنظير إيديولوجي بديل عن السلطة السابقة؟ أم أن تلك السلطة الجديدة لابد وأن تبقي على عوائد السلطة السالفة، كون النفوس تستسيغ نمطا من الحكم يصعب الفكاك منه إلا بعد سنوات من التدريب والتأهيل؟ ثم أن ثمة سؤال أكبر: أي سلطة يمكنها تحقيق الرفاهية في الحياة لمجتمع خرج بالأمس من سيطرة النظام القومي؟ فالتمرد والقمع صنوان، وهما مجاوران عبر الزمن لبعضهما، حيث يتحطم نظام قائم على يد حركة تدعي أنها البديل الأفضل، وفي النهاية يمارس الإنسان التوحش دون وازع، وتختلف المبررات الجمة لممارسته، ولا يدخر أي خطاب يعزز شعبيته وتأثيره على تلك الوقود الجماهيرية، فهي المادة الرئيسية لكسر رهبة السلطة. وثمة نقطة جلية يمكن بيانها بهذا السطر، وتتعلق بطرق الاستشراف لبروز هذا الوحش بين قوسين الثورة، حيث استشرف فولتير الفرنسي ما قبل وفاته عام 1787 عن قيام ثورة ما، حينما قال: إن الشباب سيكونون أسعد حالا لأنهم سيشهدون أشياء بديعة جميلة. الفرنسيون يأتون متأخرين دائما، لكنهم يأتون في النهاية. حيث في عرف السلطة ثمة معارف تتيح لها عبرها زيادة الهيمنة على الناس، ومعارف تجعل الناس تتحسس عظم مصائبها وفواجعها، ثم تقوم بالتحرك محاولة انتزاع حقوقها، حيث نتأمل تخلف الإعلام لدرجة منع الستلايت في التسعينيات في غاية أواخرها في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد، وكذلك لا يزال ذلك محظورا في عدد من الدول الإسلامية كإيران. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك واليوتيوب محظورة في سوريا ما قبل 2011، وعلى الرغم من كونها مباحة راهنا إلا أنها لا تزال قيد رقابة مشددة في سوريا وتركيا وإيران وغالب الدول الإسلامية التوجه، حيث ممارسة الفرد لحياته الافتراضية على الإنترنت مثل تحديا للسلطة الشمولية القومية والدينية، حيث جعلت الشباب يفكرون بالجنس كموضوع إدماني ترويجي عبر زجهم في بوتقة اللهو والعبث وإلهائهم عما يتصل بموضوعات الحياة شديدة التأثير، والتي تتعلق بالبطالة والمنهاج الدراسي والضرائب وما شابه ذلك من مواضيع ساخنة. نجد أن الرقابة على الكتاب أيضا جعلت الكتاب في حالة من خوف دائمة عبر عجزهم عن قول ما يريدون.